يلا بينا نعمل اللوك ده مع بعض خطوة بخطوة. هقول تفاصيل كتير هتهمكم وهتفرق لكم في الميك اب، وفي نفس الوقت طبعا هتتعلموا تكنيك كتير. قوموا اعملوا مشروب دلوقتي حالا ويلا نبدأ مع بعض. خلينا نبدأ الفيديو بشكل دسم قوي كده، وهو دايما السؤال اللي بتسألوني: ايفا ايه ترتيب خطوات الميك اب؟ ايفا قولي لنا بوضوح ايه خطوات الميك اب صح، نمشي ازاي خطوة خطوة بالترتيب. اول حاجة بتغسلوا وشكم بالغسول المناسب مع نوع بشرتكم. غسلنا وشنا، نشفناه، نمسحه بماء مسيلار اللي هي يعني ميه كده بتنضف الوش، او بتونر، حاجه من الاتنين. وتقدروا تستغنوا عن الخطوه دي. الخطوه دي مهمه قوي للميك اب ارتست او للشغل او كده. طبعا بنمسح وشنا بقطن. وانتي مش ميك اب ارتست او كده، عادي تقدروا تستخدموا ماء ورد اللي هو بديل للتونر. تالت خطوه نقفل الماء مسيلار. تالت خطوه ان احنا نحط مرطب لبشرتنا، برضو ينفع لنوع بشرتنا. يعني ما ينفعش انا بشرتي تبقى جافه قوي واحط بس جل، لا لازم تحطي كريم. انا عن نفسي بحط دلوقتي جل، اوكي، هيتشرب كويس وبينشف، وبعد كده هحط كريم. ناس كتير قوي بتتلخبط وبتسألني: ايفا هو البرايمر الاول ولا المرطب؟ خليكم تحفظوها بشكل منطقي، يعني بشكل لما انتوا مجرد تسألوا السؤال دماغكم ترد عليه. دلوقتي احنا ليه بنحط اصلا المرطبات والحاجات دي؟ علشان بشرتنا اول حاجة تتشربها وتدخل في المسام تبقى حاجات مفيدة للبشرة، تبقى حاجات انا متأكدة 100% ان هي مش هتضر بشرتي ومش هتأذي بشرتي لما تدخل في المسام. بالعكس هترطب لي البشرة وهتظبطها لي، وحاجة مفيدة لبشرتي. فاهمين؟ البرايمر اوكي حلو لثبات الفاونديشن، فهو لازم يبقى هو اللي لازق في الفاونديشن مش المرطب. البرايمر مش احسن حاجه خالص للمسام او للبشره، ده بس عشان ثبات الميك اب، لكن مش كل يوم ابدا تحطوا برايمر. وبما ان الفيديو ده دسم بزياده، فطبعا هقول لكم بدايل كتير قوي النهارده للبراندات الغاليه والمنتجات الغاليه جدا باسعار حلوه جدا وبكواليتي حلو قوي. بعد ما الجل نشف هحط مرطب. انا بحط دلوقتي مرطب طبي، تقدروا تستخدموا اي مرطب يمشي مع بشرتكم. البرايمر ده من اني كلاين. هو يعني هو مائي، مش اللي هو مكونه الاساسي سيليكون، لان اول مكونين مكتوبين فيه اكوا ووتر. بصوا يا جماعه، أوه أوه أوه. اوكي، وبدي لكل خطوه ثواني تتشرب، فاهمين؟ مش اللي هو كل يكون مثلا المرطب لسه طري احط عليه البرايمر لسه طري احط عليه فاونديشن، لا طب ما هو كله كده هيختلط مع بعضه. لازم اتاكد ان البشره يعني خلاص اتشربت والحاجه نشفت. فاهمين الفكره؟ البرايمر حلو قوي، ملمسه بيفكرني قوي بتاع لوريال الشفاف القديم ده. خلي الملمس ناعم قوي قوي. خلينا نجرب الفاونديشن ده مع بعض. اوكي بصوا الكفر بتاعه وسط، اللي هو بيتحرك من مكانه وفي نفس الوقت تقيل مش ميه. هو ليكويد فاونديشن لونج لاستنج فيتامين اي. انا بصوا بعجب باي فاونديشن بشوفه من قبل ما اجربه لما بيبقى مكتوب عليه فيتامين اي. ليه؟ لانه بيفكرني ببرجوا هيلثي اللي هو غطاء احمر شفاف. يعني بصوا ده الفاونديشن حرفيا اللي بحطه بشرتي بتتحسن عليه كأنه كريم بجد. الله ريحته حلوة قوي، الكفر بتاعه حلوة قوي. تخيلوا كنت مفكرة الدرجة دي هتبقى فاتحة عليا بس طلعت مظبوطة. هي هنا فاتحة عليا شوية لكن في الحقيقة مش كده. دي درجة 5، 0.5 اهو. باجي اجرب فاونديشن يا جماعة لأول مرة، بحب ان انا احطه ك كونسيلر تحت العين. ببقى عايزة اشوف ايه التغطية هتبقى. تغطية حلوة قوي، ان الاضاءة بتفتح الدرجات يعني. بايني احب قوي الفاونديشن ده، بايني كده. خلينا نكمل واجبنا ونستخدمه كفعلا كونسيلر. نحط طبقة، بصوا شايفين نقطة على اماكن الكونسيلر، ونستخدمه ككونسيلر ونشوف هيعمل ايه. لا توزيعه سهل قوي، يعني بصوا
سهل، فاهمين؟ مش اللي هو الفاونديشنات اللي بتبقى صعبة شوية في الدمج. البراند نفسها روبي بيوتي، وحلوة قوي جماعة. التغطية حلوة قوي، والدرجة ما توقعتش انها تبقى مظبوطة كده بجد يعني. حاساها اصلا ما فيهوش اللمعة الاوفر، ينفع مع البشرة مختلطة والعادية والجافة. لا بجد لا. 10/10 بالنسبة ان هو دراج ستور، بالنسبة لسعره، بالنسبة للفينش بتاعه، لدرجته، للتغطية بتاعته، لملمسه كده على البشرة مش تقيل، وفي نفس الوقت توزيعه سهل، وفي نفس الوقت الكفر حلو. فلغاية دلوقتي يعني ان شاء الله يكمل معانا بقى الثبات والخطوط والحوارات دي. خليني بقى اثبت معاكم باكتر حاجة متشوقة اجربها، وهي ريل بيوتي، اللي هي عامله فيها اصلا هدى بيوتي يعني بجد. ايزي بيكنج لوز باودر ريل بيوتي. الباكجينج حلوه قوي.